يا مساء الفل عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ معاكم وز الفحار من قناة وز الفحار. ده تاني فيديو معانا لتجهيزات رمضان. احنا هنا جبت 4 فراخات وقطعتهم. خليت الصدور لوحدها. خليت الصدور بتاعت فرختين، خليتهم صحاح بالشكل ده كده، وخليت صدرين تاني مكعبات بالشكل ده، وخليت الأجنحة بالزور لوحدهم هنا، وعملت الوراك بتاعتهم، عملتهم على 2، يعني الورك قسمته على 2 دبوسة والقطعة التانية اللي معاها. وبعد كده خليت هنا بقى الكبد والقوانص لوحدهم، وجبت 2 كيلو بانيه. خليت كل نص لوحده، والنص يعني خليت 3 انصاص بانيه عادي، وخليت نص الراجل قطعهولي ستريبس. انا هشيلهم كده صحاح، زي يعني هشيلهم كده زي ما هما، مش هنضفهم ومش هتبلهم، لان الراجل قال لي البانيه ما بينفعش يتبل ويتشيل في التلاجة في الفريزر، بيتهري معاكي بسرعة جامدة جدا. تمام، فالافضل ان انت تشيلي الفراخ كده وتطلعيها قبل ما تستخدميها، مثلا بيومين لو عايزاها تتنقع في التتبيله كويس، طلعيها قبليها بيومين او ب3 ايام. وتبليها وشيليها في التلاجة من تحت، كده هيبقى طعمها افضل وهتبقى احسن معاكي، بدل ما تحطيها في التتبيله وتشيليها في الفريزر. ده كان تاني فيديو معانا لتجهيزات رمضان. لو عجبكم الفيديو بليز لايك وشير. كانت معاكم وزة الفحار، باي باي.